في بداية القرن التاسع عشر، وفي مدينة المعسكر بالجزائر، ولد الأمير عبد القادر بن محي الدين سنة 1808. نشأ في أسرة عريقة في العلم والدين، فوالده كان شيخا للطريقة القادرية. ومنذ صغره أحب عبد القادر القرآن والفقه، وتعلم الفروسية وركوب الخيل، حتى أصبح شابا يجمع بين قوة الجسد ونور العقل. وعندما احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830، اجتمعت القبائل تبحث عن قائد يوحد صفوفها. فوقع الاختيار على عبد القادر، وبيع وهو شاب في 24 أميرا للجهاد. ومنذ تلك اللحظة بدأ فصل جديد من تاريخ الجزائر. الأمير عبد القادر لم يكن مجرد قائد حرب، بل كان رجل دولة. أسس حكومة منظمة، عين وزراء وقضاة، وضع الرايات والأختام، وجعل مدينة معسكر عاصمة لمقاومته. بنى مصانع للأسلحة، شجع الزراعة، وحافظ على النظام في المناطق التي كان يحكمها. لقد أراد أن يثبت أن الجزائريين قادرون على بناء دولة حرة وعادلة. قاد الأمير معارك مشهورة ضد الفرنسيين، مثل معركة وادي المقطع التي كبد فيها العدو خسائر كبيرة. كان مقاتلوه يضربون بسرعة ثم ينسحبون، ممن حير الجيش الفرنسي. ورغم قسوته في ساحة المعركة، كان رحيما بالأسرى، يعاملهم معاملة إنسانية، ويمنع تعذيبهم أو قتلهم. هذا السلوك جعل الأوروبيين يحترمونه ويصفونه بفارس الإسلام. لكن فرنسا لم تستسلم، فكانت تجلب المزيد من الجنود والسلاح. وبعد 17 سنة من المقاومة، ومع ازدياد ضغط الحرب على الشعب الجزائري، اختار الأمير أن يوقف القتال ليحمي الأبرياء. وفي سنة 1847 سلم نفسه بشجاعة، بشرط أن ينفى إلى الشرق. غير أن فرنسا خانت وعدها، فسجنته عدة سنوات، قبل أن تسمح له بالذهاب إلى دمشق. وفي دمشق عاش الأمير حياة هادئة بين العلم والعبادة، لكن